السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. النهارده هنعمل مع بعض صينية المكاريل في الفرن بطريقة سهلة جدا، وكمان هنحط معاها خضار يتشوي. هيطلع طعمه جميل جدا مع السمك. بس لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل وصفاتي بنعملها مع بعض وهنعملها ان شاء الله. يلا بينا نبتدي في وصفتنا بمكونات سهلة جدا. عندنا اول حاجه سمك مكاريل الكميه اللي انت حباها. انا كان عندي هنا 5 سمكات من المكاريل منضفاهم كويس قوي. غسلهم كويس وعصر عليهم ليمون وغسلهم تاني منضفاهم كويس جدا عشان الزفاره. وعندي بهارات ملح وكمون وفلفل، كزبره ناشفه وكمون وملح. ومعايا عدد 3 طماطم متوسط وبصل، ومعلقه كبيره من الثوم او معلقتين كبار من الثوم المفروم وفلفلايه. اول حاجه هناخد الثوم المفروم هنعصر عليه الليمون. دي الخلطة اللي انا هتبل بيها السمك المكاريل الاول خالص. عصرت الليمون كويس قوي. تمام. على الثوم كده، الثوم عليه ليمون. هنزل عليه بنص كمية البهارات دي، نص كمية البهارات هنزل على الثوم بيها، مش كل البهارات عشان خاطر انا هاخد النص التاني هعمل بيه ايه دلوقتي. هنشوف مع بعض هنعمل بيه ايه. وقلبت كويس قوي الخلطة دي عشان اتبل بيها السمك كويس. اهم حاجة السمك يكون مغسول ومتصفي كويس قوي. جبت بقى السمك بتاعي وجبت سكينة وفتحت السمك كله بالمنظر ده عشان التتبيلة بتاعتي تدخل جوه السمك، بتبقى طعمها حلو قوي. هقطع بقى ايه كمية السمك كلها كده هفتحه. بعد كده هتبل السمك كويس جدا من جوه ومن بره. وفي الفتحات اللي انا فتحتها دي كويس قوي بالثوم. هنقول تاني الخلطة: توم، معلقتين توم مفروم كبار، عليهم آم، ليمون، عصير ليمون، عليهم ملح وكمون وفلفل وكزبرة. بس كده، السمك بيحب الكمون والليمون على طول كده. تبلت كمية السمك كلها بالطريقة دي. سمك المكاريل من احلى الاسماك اللي ممكن تعملوها. هنا بقى هنجي نقطع الخضار بتاعي. جبت فلفلاية كبيرة من الرومي، او عايزة تحطي فلفل الوان براحتك. انا حبيت هنا احط فلفل رومي، وكمان لو حابة تحطي شطة براحتك. دي الخضار ده اختياري براحتك، حابة تحطيه حابة لا براحتك برضو. قطعت هنا كمية الفلفل بتاعتي. انا حطيت فلفلاية واحدة بس كبيرة. وبعد كده هحط في الصينية على طول. هقطع بقى البصل كمان. تقطعيه بقى براحتك صغير، حلقات زي ما انت حابة. انا استخدمت هنا البصل الاحمر، بحسه طعمه بيبقى احلى من البصل الابيض، سواء في صينية السمك او صينية البطاطس او اي صينية انت بتعمليها. بحسه بيبقى طعمه مسكر كده حلو. قطعت كمية البصل كلها عندي، برضو حطيتها على الفلفل في الصينية البايركس بتاعتي. وبعد كده جبت الطماطم برضو نفس الكلام، قطعتها مكعبات صغيرة جدا. الطماطم دي هتعمل صوص حلو كده مع الخضار. وطبعا طعم السمك هينزل مع الخضار، هيبقى طعمه حلو جدا. بتاكليه بقى جنبيه رز ابيض، او حتى بالعيش، او رز صيادية، رز بني، اي حاجة خالص بتتاكل فيها. انا بحب اكله بالعيش او جنبيه رز ابيض. هنا حطيت معلقة من الثوم المفروم، ونزلت بنص البهارات التانية اللي كنت شايلاه حطيته على الخضار، وفضلت اقلب كده الثوم مع الخضار ده مع البهارات وقلبتهم كويس قوي. بعد كده حطيت رصيت السمك اللي انا متبلاه فوق الخضار بالطريقه دي. انا استخدمت هنا صينيه بايركس عادي جدا، وكنت مولعه الفرن على درجه حراره 200. مولعه من فوق ومن تحت على درجه حراره 200. كان سخن. وكده دخلت الصينيه، رشيت رشه زيت كده على الوش، ودخلت الصينيه وطلعت بعد تلت ساعه او نص ساعه، وكانت بالجمال ده. نص ساعه وكانت احمرت وكانت استوت كمان. وحبيت ان انا اقدمها في طبق زي كده. كان شكلها حلو قوي، كان طعمه حلو. وكمان الخضار ده ما اترماش، لا ده اتاكل قبل السمك كمان. كان ريحته حلوه جدا وكان طعمه. شايفين الصوص اللي بقول لكم عليه؟ هرص برضو الخضار على السمك بالطريقه دي. انت بقى بتقدميه زي ما انت حابه تقدميه في البايركس زي ما هو على السفره بتاعتك براحتك. حابه تحطيه في طبق زي كده براحتك برضو.
كان شكله وطعمه حلو قوي، وان شاء الله يعجبكم باذن الله. لما تجربوه قولوا لي رايكم في التعليقات، طلع حلو معاكم ولا لا. وكمان لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه.